طبعا في قاعدة الهرم في عبارة طريفة لابد أن نأتي بها. هي توجد عبارة في قاعدة الهرم مكتوب باللاتينية نوفاس أوردو سيكلورم. هذه العبارة معناها أو ترجمتها الحرفية، سنعيد الأخ المخرج الصورة حتى تتضح يعني. هذه العبارة ترجمتها الحرفية نظام عالمي جديد. طبعا نذكر المشاهد أننا قلنا أن هذا الشعار تم تصميمه نهائيا سنة 1782 لنقول له أن النظام العالمي الجديد ليس جديدا كما يتوهم الناس. هذا نظام عالمي قديم، إنما الجديد فيه أنه في كل عصر يتم تكوينه أو السعي إليه بما يناسبه. نتمنى من الأخ المخرج أن يعيد الصورة حتى نرى أن هذا الرأي من القرن الثامن عشر وليس الآن يعني. طبعا سواء المشاهد كما قلنا عبارة نوفاس أوردو سيكلورم تحت الهرم، فهذه العبارة نظام عالمي جديد كما قلنا. هذا النظام في الحقيقة نظام قديم جدا هذا هو الذي تسعى إليه الحركات السرية عبر تاريخها كلها. وطبعا كما قلنا الجديد في هذا النظام هو شيء واحد، هو أن وسائله تتجدد في كل عصر بما يناسبه. ففي عصر يكون الحروب، في عصر الثورات، في عصر المال والاقتصاد، في عصر يكون الصحافة والإعلام. والحقيقة في شيء ثاني جديد في هذا النظام، هو الشيء الوحيد الجديد فيه أنه يتم إيهام، يعني معلش في اللفظ، يتم إيهام المغفلين من البشر في كل عصر أنه جديد وما هو بجديد، لكنه قديم قدم اليهود. يعني لدينا الرقم اللاتيني أيضا دكتور. نعم، هو في أسفل طبقة من الهرم من الأسفل عليها حروف، لو دقق المشاهد سيرى حروف لاتينية. هذه ليست حروفا، هذا رقم. هذا الرقم هو ترجمته يعني 1776. المعنى الرسمي له أنه تاريخ استقلال الولايات المتحدة، لكنه في الحقيقة هو تاريخ تكوين منظمة الإليموناتي أو منظمة النور. وبعض من شاركوا يعني عند تصميم الشعار كان فعلا الإليموناتي هذه لها محافل في الولايات المتحدة، وكان بعض من شاركوا في التصميم من أعضائها، وعلى رأسهم طبعا بنجامين فرانكلين كان له يعني اتصال لهم في أوروبا. لدينا في الصورة الثامنة، الصورة الأخيرة، التقاء وجه الشعار الأمامي بوجهه الخلفي. لديه تسمية أيضا، لديكم تسمية. نعم، هو يوجد في التوراة في سفر الملوك شيء اسمه الكيروبيم. الكيروبيم هذا يعني لفظ أشورية استعارتها العبرية من الأشورية، يعني يصف به السفر، يصف به التماثيل لملائكة أقامها سليمان لحراسة تابوت العهد في قدس الأقداس وهي على شكل طاهر. لكن الكيروبيم في الحركات السرية له أشكال متعددة. أشهر شكل للكيروبيم في الماسونية أنه عبارة عن طائر له يعني جناح طائر وله جسم هرم. فالذين وضعوا شعار الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقصدون يعني رمزا يعني شديد الخفاء، وهو أنه إذا التقى وجه الشعار الأمامي بوجه الخلفي يتكون الكيروبيم. فأنت إذا افترضت أن وجه الشعار الأمامي التقى بالخلفي سوف يكون الناتج الشكل كالآتي: جناح طائر هائل، جسمه الهرم، ورأسه عين لوسيفر داخل المثلث والضوء الساطع الذي هو الكيروبيم. يعني دكتور، من هذا الكلام يعني نخلص إلى حقيقة بأن الولايات المتحدة لم تنشأ من الثورة التي ادعوها التي قامت عام 1776، ولكنها في الواقع هي كانت نتاج تاريخ طويل. هذه ثمرة كفاح الحركات السرية عبر التاريخ كله يعني. يعني الحركات السرية تمر بمراحل. ربما أهم انعطافة في تاريخ الحركات السرية هي وصول هؤلاء الناس إلى الولايات المتحدة، أو الأرض البكر التي حولوها هم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في هذا الدولار وهذه الشعارات الغريبة وهذه الرموز المختلفة، يعني دائما نلاحظ استمرارية وليس انقطاع. يعني نظام عالمي جديد في القرن الثامن عشر، وهو نادى به جورج بوش الأب. نعم، طبعا يعني أنت بما ذكرت أنا سأقول للمشاهد فزورة ولا لغز وأنا أتركه أحلها. وطبعا تعرف عندما ضرب العراق في عام 91 هو جورج بوش يعني كما نظام عالمي جديد. الماسون طبعا في كل عصر هذا هو نحن نتعامل مع الأشياء بعشوائية، لكن الحقيقة أن الحركات السرية والماسون في كل عصر يسيرون على خطوات متتابعة، كل جيل منهم يعني يكمل ما سبقه منها. نحن فقط الذين لا نفهم في الحقيقة. فأنا أريد أن أقول للمشاهد هو جورج بوش كان ماسوني من الدرجة 33، يعني أعلى درجات الطقس الاسكتلندي، وهو عضو في منظمة سكال اند بونز التي هي فرع منظمة الإلوميناتي في الولايات المتحدة. والابن كذلك، لأنه عندهم تقليد. أصل جورج بوش الجد الأعلى للأسرة كان من مؤسسين منظمة سكال اند بونز، وكان صديقا لمؤسسها واسمه تشارلز راسل. فمن تقاليد الأسرة أن أعضاء أسرة بوش لا ينضمون إلا إلى هذه المنظمة. يعني أنا أقول للمشاهد سأسأله سؤالا، يعني جورج بوش غزا العراق هل لأنه رئيس أمريكي ويسعى إلى البترول والاستعمار الأمريكي، أم لأنه ماسوني من الدرجة 33 وينفذ أجندة ماسونية يهودية ليست للعراق لكن للمنطقة كلها ضمن أجندة للعالم كله؟
أنا أترك الإجابة للمشاهد هو يعني يتفكر فيها كمان. هنالك الكثير ممن يراهنون على أن ربما يقع انفصال بين السياسة الأمريكية والسياسة في الكيان الصهيوني. كيف يرد الدكتور بها بعد أن استعرضنا هذا التاريخ؟ أنا أقول لك هؤلاء قوم يعني لا يعلمون ولا يفقهون. لأن أنت لو تعلم تاريخ الولايات المتحدة، نحن نتكلم الآن بكلام محايد، نقول ماسونية وحركات سرية، إنما الحقيقة لب الماسونية اليهود، لأن الذين أدخلوا الماسونية إلى الولايات المتحدة والقارة الأمريكية والذين كنا نتكلم عنهم الآن هم كلهم يهود. أول ماسوني يدخل القارة الأمريكية معروف، هذا مسجل، اسمه اليهودي إبراهام موشي. وأول ماسوني من الدرجة 33 هو اليهودي جون سكين. وأول محفل ماسوني أنشأه مجموعة من يهود السفارديم المهاجرين من هولندا سنة 1656. وأول جمعية للسحر في الولايات المتحدة أنشأها يعني أيضا يهود. ويعني فعايز ما أريد أن أقوله لك أن يعني اليهود هم نواة الحركات السرية التي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية. فالذين يعني يتكلمون هذا الكلام هم أولا لا يملكون المعلومات، يعني يتكلمون على غير قاعدة معلومات. ثانيا لا يفهمون متانة العلاقة النفسية والعقائدية يعني قبل السياسية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وطبعا وإسرائيل. ولو قدروا حق هنالك سؤال دكتور، والسؤال الأخير الذي دائما يتردد، يعني يتغير الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، من يوصل الرئيس إلى سدة الحكم، ولماذا لا تتغير السياسة الأمريكية باختلاف الحزبين؟ طبعا كما قلنا لك، لأن أنت نعيش في أوهام أنه سيأتي أنه سيفتح علينا يوم برئيس من أمريكا ينصرنا، لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الرؤساء هم واجهة لشيء موجود في الخلف. هذا الشيء هو الذي يحكم السيطرة على الولايات المتحدة فعليا، اللي هي المؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية والحركات السرية. لا تغير وهذه لا تتغير في السياسة. نعم. نحن نشكرك دكتور على ما قدمت، ونعلم أنه موضوع طويل وأخذ منك يعني الشيء الكثير حتى أتيت بهذه الصور وفككت الرموز، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقيك وأنت دائما تتحفنا بهذه العطاءات والإبداعات. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.